بحبك يا بلادي. إلى أذهان ملايين المصريين تعيد الأغنية ذكرى أحداث شهدتها بلادهم ذات 25 من يناير قبل 3 سنوات. واحدة من أغاني كثيرة حركت المشاعر فعلقت في الأذهان. ولعل أبرز ما يلاحظ في تلك الأعمال الفنية بساطتها، فلا فنانون مشهورون ولا فيديو كليبات صرفت عليها ملايين، ففيها كان اللحن المؤثر والكلمة التي تنطق باسم الثورة ومن صنعها فلخصت أهدافها. عيش حرية عدالة اجتماعية. توالت الأحداث في مصر وكانت الأغاني كغيرها من الفنون فضاء للتعبير عن الرأي والرؤية، وبطبيعة الحال كان لما حدث في 3 من يوليو نصيب وافر. هي الأغنية التي اعتبرها مؤيدو الانقلاب نشيدا لانتصارهم. ظهرت الجيوش من الفنانين والموسيقيين والأعمال المكلفة. أغنية رأى فيها معارضو الانقلاب تعزيزا للانقسام الشعبي الموجود أصلا، فردوا بأغنية مشابهة دعت هي الأخرى للانقسام. إلى أن جاءت من الطرف المؤيد لخارطة الطريق الأغنية التي أعلنت الانقسام صراحة وبشكل غير مسبوق. رغم إن الرب واحد لينا رب وليكوا رب، احنا شعب وانتوا شعب. وفي السياق ظهرت أغاني تمجد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. وانت يا سيسي راجل وعظيم تستاهل مليون تكريم. هي أعمال أعادت إلى ذاكرة كثيرين أغاني تغنت لعقود بحسن مبارك فرضت فرضا على المصريين. كتبنا يا حبيبي وبالضرورة عادت صور ظن المصريون أنها أصبحت من التاريخ. أوبرات غنائي يتغنى بالرئيس المخلوع بحضور حرمه وحاشيته. علشان كده احنا اخترنا. عادت الأجواء ذاتها إذن، وعاد الفنانون ذاتهم، ولم يتغير سوى من يجلس في الصف الأول. أصلنا من دم بعض. في الذكرى 40 لحرب أكتوبر سقط أكثر من 50 مصريا خلال اشتباكات مع قوات الأمن. أثناء هذه الاحتفالية التي أقيمت بالمناسبة